مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد المتجدد بكم دائما، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرسى الأحاسيس. في بداية هذا اللقاء تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد سعد العجمي، ومن الإعداد والتقديم مطلق الدخنان، وهذه تحيات مهدي العجمي من الهندسة الإذاعية، وخالد العذب من التنسيق والمتابعة. وهذه كبرى التحايا من مخرج مرسى الأحاسيس حمد الهاجري. عيوني لك وروحي لك وكل اللي تبي كله، أنا هالواد ما من له، أنا يا غير كل الناس. عيوني لك وروحي لك وكل اللي تبي كله، أنا هالواد ما من له، أنا يا غير كل الناس. حياتي لك وعمري لك وكل اللي تبي كله. عيوني لك وروحي لك وكل اللي تبي كله. أحبك ما تكفيني ولا يا قلبي وعيني، أنا من كثر ما أحبك قليلة لأجلك سنيني. أحبك ما تكفيني ولا يا قلبي وعيني، أنا من كثر ما أحبك قليلة لأجلك سنيني. حياتي لك وعمري لك وكل اللي تبي كله. عيوني لك وروحي لك وكل اللي تبي كله. ما من له، أنا يا غير كل الناس. مرسى الأحاسيس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرسى الأحاسيس. وكما عودناكم أيها الأحبة في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نلتقي بشاعر من الساحة الشعبية الخليجية، وشاعرنا هذه الليلة متميز جدا، متميز بأشعاره، متميز بأخلاقه، متميز بكل شيء. شاعرنا من مملكة البحرين الشقيقة. يسعدنا جميعا أيها الأحبة أن نرحب بالشاعر إلافي الظفيري. أسعد الله مساك أبو جعد. الله يمسيك بالخير يا أبو طلال، وأمسي على جميع مستمعين هذا البرنامج اللي من بدأ وهو بدايته شامخة مثل الغائمين عليه، سواء كان في الإخراج أو في الإعداد أو في التقديم. وعموما حنا يعني من طلعنا على الدنيا ونعرف أنه دائما اللي يخرج من الساحة أو من الإعلام الكويتي فهو ناجح. نجاح الإعلام ونجاحنا ونجاح برنامجنا هو من تواصلكم شعراءنا ومن تلبيتكم دعواتنا للظهور معنا في برامجنا، وأنتم أصل النجاح. عموما شاعرنا إلافي الظفيري شاعر مليوني معروف، وظهرت بالنسخة الرابعة من شاعر المليون، ووصلت مثل ما وصل بعض الناس، اللي وصل بالبداية، اللي توسط، اللي وصل إلى مراحل متقدمة، ولكن هذا ما يقلل من
قيمة شعرائنا، ويظلون هم الشعراء حتى ولو ما وصلوا إلى مراتب متقدمة في المسابقات. الشاعر لافي ظفيري طبعا أنت شاعر غني للتعريف بالنسبة لنا. المستمع الكريم دائما يعني نعرفه على شاعرنا اللي احنا نلتقي معه في بداية اللقاء، يعني الشاعر لافي جعد الظفيري من مملكة البحرين الشقيقة، شاعر يعني لا شك. بدايات الشاعر لافي الظفيري من أين انطلق بالشعر لافي الظفيري؟ والله أنا يعني أكون يعني أمين معاكم. طبعا أنا الساحة الكويتية أو الإعلام الكويتي كان له دور كبير، وأنا ما أقول هالليلة مجاملة إلى الإعلام الكويتي أو القائمين على الإعلام الكويتي، ولكن أقولها أمام نفسي أمانة لكم. الإعلام الكويتي قدم لي تقديم جدا رائع ومنحني فرص كبيرة. أما في البدايات كانت البدايات المعتادة في البحرين من خلال نشر بعض القصائد في بعض الصحف المحلية المختصة في الشعر. وطبعا احنا كلنا ندري ونعرف شيء واحد وهو مهم وما يخفى عن المستمع ولا يخفى عنكم أنتم كقائمين على الشعر بشكل عام، وهو أن الساحة البحرينية ما زالت متواضعة، ما زالت خطواتها بطيئة. الساحة الشعرية في البحرين نعم. فلذلك كانت بداياتي من خلال بعض الصحف نشر قصائد. من بعدها صارت بيني وبين معرفة الله يذكره بالخير مجبل الحشاش. نعم. شاعر كويتي معروف، صديق وأخ، وأنا يعني بأمانة مداني لهذا الرجل كثير. فصارت كان أيامها كان في ذاك الوقت تو ماسك برنامج الواحات الشعبية في تلفزيون الكويت. البرنامج طبعا تابع إلى ديوانية شعراء النبض. فمجبل احتواني من خلال هذا البرنامج، وكان لي شرف الظهور في أول حلقة من هذا البرنامج. كانت قصيدة لي وقصيدة حق زميل الشاعر نايف بندر عتيبي الله يذكره بالخير ومسي عليه ومسي على مجبل الحشاش من خلال برنامجكم. فظهرنا معه في أول حلقة. من أعتقد يعني أنا حسب تقديري الشخصي هذه كانت البدايات الحقيقية. مرحلة النشر في البحرين كانت بداية يعني خلينا نقول بداية معتادة لكل شاعر في أي ساحة كانت سواء في البحرين أو في غير البحرين. طبعا وجودنا في الإعلام أو خروجنا من الإعلام الكويتي وأعطانا الفرصة هذه فتح لنا آفاق كبيرة على مستوى الخليج، على مستوى الوطن العربي. يعني أنا ليش أقول على مستوى الوطن العربي؟ لسبب بسيط، لأن تلقينا دعوات من مهرجانات خارجية غير الدول الخليجية، في عمان، في مهرجان أتذكر اسمه الخالدية، مهرجان جرش، بعض المهرجانات المعروفة على مستوى الوطن العربي ما تحضرني الآن. ولكن يعني هذا كان الفضل يحفظ إلى دولة الكويت والإعلام الكويتي اللي منحنا هذه المساحة وعطانا هذا الحجم من الضوء. فهذه كانت البدايات تقريبا. ومن ثم طبعا الحمد لله توفقت في برنامج شاعر المليون، وصلت إلى 48. ولكن أنتم تعرفون طبعا والمستمع يعرف الشيء هذا أن البرنامج قائم على التصويت. نعم. فلذلك البحرين بحكم المساحة وعدد السكان ما نقارنها في بعض الدول الخليجية. لكن البعض يعتمد على القبيلة يا أبو جعد، يعني ما يعتمد على البلد نفسه. أنا معك أبو طلال، ولكن أنا بعد واجهت مشكلة ثانية. نعم. أن كانوا معي 2 من أبناء قبيلتي. فالناس راح يكون في تشتت وفيه تشعب. نعم. ولكن بالنهاية وصولنا إلى 48 كان نجاح كبير،
لأن المراحل اللي مرينا فيها في شاعر المليون كانت مراحل جدا صعبة، كان فيها ضغوطات نفسية كبيرة حتى على المستوى العائلي البسيط، كان الكل متوتر، الكل ينتظر، إلى درجة أن كانوا يكلمونا في أوقات متأخرة من الليل بسبب عدم تسريب الأخبار، وكانت الطيارات اللي حاجزين لنا عليها كانت من الصباح، بحيث أن ما يبون يكون في بيننا تواصل بيننا وبين الإعلام، من أجل أن طبعا هذه سياستهم في البرنامج. والحمد لله كسبنا رجال مثلكم شرواكم، كسبنا الشعراء، وأنا سعيد أن البيرق السنة هذه أو النسخة الرابعة اللي احنا كنا فيها صار البيرق كويتي، وأنا يعلم الله أني جدا كنت فخور. وناصر من الناس، ناصر العجمي الله يذكره بالخير ويمسي عليه بالخير، من الناس اللي ما كان يفارق غرفتي في لما كنا في أبو ظبي. كان لنا ذكريات حلوة وجميلة. يمكن يذكر أو ذكروا بعض الوسائل الإعلامية خصوصية الغرفة 306 اللي هي مقر تجمعنا. كان يجيني ناصر السبيعي، مبارك أبو ظهير الله يمسيه بالخير الله يذكره بالخير، كثير والله، مشاري، شليمي، كان يجيني الله يطول عمرك بعد، والله ما تحصرني بعض الاسماء، لكن اعداد كبيره بما فيهم ناصر العجمي بعد. فوالله يعني كانت ايام جميله، والتقيت فيها مع اخوان وكسبت اخوان، وهذه كانت طبعا. والان انا عندي مشكله واحده ابو طلال، مشكله الكسل. يعني مساله التواصل مع الاعلام والبحث عن الضوء والبحث عن المساحات الإعلامية، هذه أنا أجد فيها مشكلة وأنا أعترف فيها. يعني أنا كسول. هذا الكسل من قبل ولا توه يعني بدأ معك بعد ما؟ لا والله من زمان، والله من زمان. أنا أرد أكرر على مجب الحشاش الله يذكره بالخير، والله إلى هاللحظة أن يهاوشني هواش، يا ابن الحلال تعال سجل، تعال نبي لك لقاءات، نبي لك. ولكن يا أخوي مثل ما قلت لك أنا مشكلة الكسل هذه مغروسة. لا ما عليه، وبعد مشاغل يعني الرجل بعد يعني ما يكبر، صدق ارتباطات الحياة. أسأل الله يشغلنا وياكم بالخير. مشاغل الحياة بعد بعض الأحيان تلهي بعض الأشخاص عن بعض الأمور. نعم. أبو جاعد شاعر لافي الظفيري، نرجع إلى موضوع شاعر المليون. شاعر المليون والتصويت مثل ما تفضلت انه يعني يعتمد على القبيلة وعلى البلد ايضا. وفي احدى يعني لقاءاتك الصحفية قلت من الصعب على الشاعر البحريني اخذ البيرق. يعني نبيك تفسر لنا المقولة يعني من اي ناحية؟ هذا الواقع ابو طلال. يعني في مثل يقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. نعم. طبعا احنا مثل ما قلنا الشاعر المليون، احنا خذنا تجربة شاعر المليون وعرفنا الآلية عن غرب. اكتشفنا حاجة واحدة مثل ما تفضلت فيها، اللي هو تعتمد على أساسيات معينة. ما تقدر انك تلغيها ولا تقدر انك تتجاهلها، اللي هي القبيلة والبلد. طبعا البحرين نعرف انها كمساحة صغيرة، كعدد سكان اقل على مستوى. نعم. لا والمتذوقين يعني حسب يعني ما التقينا بشعراء وشاعرات من البحرين، انه حتى انه كان في لقاء مع الشيخ عيسى بن خليفة ابو راشد الله يمسيه بالخير، قال ان يعني هناك كثير من اهل البحرين ما يتذوقون الشعر الشعبي. صدق. يعني هناك قلة قليلة هي اللي تتداول الشعر الشعبي بينها. والله شوف أنا أختلف بالنقطة هذه لسبب بسيط. أنتم كلكم تذكرون أبو طلال أن البحرين في يوم من الأيام كانت هي اللي لها الرئادة في مسألة تنظيم الأمسيات والمهرجانات الشعرية. نعم. بس برضو بالكم البسيط اللي يعني بالنسبة إلى دول الخليج الأخرى. العموم انه بالنسبة لدعم الشعر بالبحرين مثل ما تفضلت انه يعني
البحرين فيها كذا يعني مطبوعة أو كذا صفحة مثل جريدة الأيام، ومثل يعني إذا ذكرني في بعض المطبوعات جريدة أخبار الخليج وأخبار الخليج أيضا، جريدة الوطن. نعم، فيها صفحات من الشعر الشعبي أسبوعية، ويشكرون القائمين عليها يعني أنه برغم قلة الشعراء اللي في البحرين وقلة متذوقي الشعر الشعبي، إلا أنه يعني أخذت صفة الديمومة هذه الصفحات. دعم الشعر والشعراء في البحرين يعني ما سعيتوا له، ما حاولت يعني جمعية الشعر هذه حديث آخر، لكن دعم الشعر لا تقول لي جمعية الشعر، جمعية الشعر كثير 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 من شعراء اخواننا بالبحرين ما هو راضيين عليها، عليها علامات استفهام كثيرة، علامات استفهام. ولكن هل هناك داعم للشعر او ايجاد مثلا جمعية او رابطة اخرى غير رابطة الشعر؟ والله انا يعني من زمان وصار لي فترة اطالب هذا الشيء وطموحي هذا الشيء وارغب في هذا الشيء. ما هو أنا أتكلم عن عدد كبير من شعراء البحرين بما فيهم اللي ذكرته الله يذكره بالخير الشيخ عيسى بن خليفة أبو راشد. هذا من الناس اللي خدم الساحة الشعبية خدمات كبيرة، خدمات يجب أنها توثق ويجب أن ما ننكرها في البحرين. ولكن وين عيسى بن خليفة الآن؟ عيسى بن خليفة الآن مبتعد بسبب بعض الإشكاليات اللي حاصلة في الساحة البحرينية الصغيرة للأسف في حجمها والكبيرة في مشاكلها. أنا بسألك سؤال يا أبو طلال. تفضل. الآن احنا طبعا شفنا وتابعنا الساحات الخليجية كلها بشكل عام. على سبيل المثال الصحيفة عندكم في الكويت معد الصفحة عادة يكون كم فترة إعداد الصفحة؟ والله أحيانا يعني يستمر سنة وأحيانا سنوات. أبوك للجنة. ما بالك من معد صفحة 25 سنة ماسك الصفحة. طيب ماسك الصفحة يعني هل يعني إنه ينشر للكل؟ لا. يعني خلينا نكون واضحين. يعني الشاعر الرجل هذا أنا أعرفه، يعني أعرفه يعني إنه بهالاسم يعني، ولا ما التقيت معه والله يمسيه بالخير، ما إن شاء الله يتعرض له بكل خير. ولكن الرجل هال 25 سنة هذه هل هو يعني قام بعمله على وجه أكمل؟ يعني أنتم كلكم أنا شعراء. بقول لك بأمانة أبو طلال، أنت لو أنك رجل آلي مو إنسان طبيعي ما راح تقدر تعطي 25 سنة. خلنا منطقيين وخلنا نتكلم بالعقل والمنطق. مدام قادر على العطاء فليعطي. ليه 25 سنة الناس تعمل 50 سنة؟ طيب معلش. نعم. احنا ما نتكلم عن مهنية الشعر. نعم. خل مهنية الشعر على جنب، ولكن هل أنت تقدر تعطي بنفس الإنتاجية 25 سنة؟ لا طبعا. أنا أعتقد صعب. طيب أنا أخليه تجديد الدماء. أوكي، أنا ممكن أخليه هو وصحيفته أو هو مطبوعته، وأعمل لي مجال آخر، أعمل لي مطبوعة أخرى، حاولني أتفوق على أنا بقول لك بكل صراحة وبكل أريحية. أي مكان نتجه لمكان ثاني يقول لك لازم ترجع إلى هذه الجهة، ترجع لجمعية الشعر. جمعية الشعر، وهو الشخص هذا أحد أعضاء جمعية الشعر. وهو هذا أحد أعضاء. إذا أنا مبتعد عن هذه المنظومة معناتها انه ما راح احصل على اي شيء مغضوب عليه. تصور انا بقول لك، بضرب لك مثال بسيط. نعم. وشيء يحز في النفس بعض الاحيان. يعني انا بعض الاخوان الاعلاميين النشيطين عندنا في البحرين والمحبين الى لاف وثيري يتصلون فيني على اساس يطالبون في بعض الاخبار اللي تنشر عندهم في صحفهم. من فترة بسيطة من كذا يوم. نعم. صار موقف يعني جدا كان مضحك بالنسبة لي ومبكي بنفس الوقت. صفحة الشعر كانت على اليسار، والصفحة هذه اللي هي صفحة اعتقد اسمها صفحة الفن على اليمين. منشور لي خبر في صفحة الفن، صفحة الشعر متجاهلتني. هذا مثال بسيط.
الفن يعني هو الخبر شنو يعني؟ هل هو خبر صحفي؟ أنه كان عندي مشاركة أو شيء من هذا النوع. إعلان ولا خبر؟ لا مو خبر صحفي. من أي مخرج نتذكرته. حنا الآن يعني نعمل مع بعض الأخوان المخرجين والإعلاميين في البحرين على أنه نأسس ملتقى أو تجمع الفاتح الإعلامي. هذا طبعا متشعب، فيه شعر، فيه إخراج، فيه صحافة، فيه يعني متشعب. معنا إعلاميين، معنا المخرج المعروف أحمد المغلة الله يمسيه بالخير، معنا الصحفي البحرين المعروف أسامة الماجد، يعني أعداد كبيرة منه. فكانوا ناشرين الخبر هذا على اليمين، حاطين أنا من ضمن هذه المنظومة وانضميت لهم، وصفحة الشعر متجاهلة هذا الموضوع، وأساسا ما ينشر لي، ما يقارب يمكن من أكثر من 7 سنوات أو 8 سنوات ما ينشر لي في هذه الصفحة. ليش؟ لأن لا في ضفيري من المغضوب عليهم. طيب هذا خطأ. طيب أبو جاعد، أنا يعني الحين بما أنكم أنتم يعني معدودين جدا شعراء البحرين، شعراء الشعبيين بالبحرين، لمن تنشر هذه الصفحات الأسبوعية؟ للي يقدم الولاء. لا خلينا يعني أنتم يعني مجموعة بسيطة، يعني عددكم بسيط جدا، يعني هم يتكررون أو إنه ينشرون مثلا لشعراء في السعودية، شعراء من الكويت، شعراء من عمان مثلا؟ ينشرون لعدد كبير من الشعراء. وأنا يعني بكون صادق معك، أنا ما أتابع الصفحة عشان أعرف اللي ينشر فيها أساسا. بس يعني حسب اللي أعتقده أنا شخصيا أنه ينشرون إلى شعراء من السعودية، شعراء من الخليج، من غيره، تنشر قصائدهم في هذه الصفحة. لكن أنتم هالمجموعة اللي مغضوب عليكم ما ينشر لكم. ما لنا أي وجود عندهم. لكن اللي نعرف أن برنامج ليالي الشعر يعني تابع يعني، أو الزميلة هنادي الجودر الله يمسيها بالخير، إنها يعني من أحد أعضاء جمعية الشعر، وأنت يا لافي الظفيري يعني التقوك في برنامج ليالي الشعر. فعلا أنا هذه ما أنكرها، وبالعكس أنا هنادي أنا أعتبرها من الشخصيات الجريئة عندنا في البحرين. تدري بالأمور كلها واستضافتني. هذه شجاعة منها، وأنا أمسي عليها من خلال برنامجكم، وأقول أمام الملأ هنادي الجودر كانت شجاعة لما طلبتني واستضافتني في برنامجها، وأنا أعرف وعندي علم اليقين بأن واجهت ضغوطات لأنها استضافتني في هذا البرنامج. بعد لقائك يعني؟ لا، كان قبل اللقاء. يعني واجهت ضغوطات انك لا تلتقي لا في الظفيري. إلا أن لله الحمد تمت الاستضافة وكبرت في عيني صراحة. لا هي وهي كبيرة، ولكن أنا يعني والكل كان متحفظ ومتخوف، كانوا يقولون لا راح يلغى البرنامج، راح يطلع يستجد شيء جديد أو غيره. فقلت أنا نشوف يعني ولكن هذه كانت شجاعة. هذا بعيد، والبرنامج تابع لإذاعة البحرين يعني لإذاعة المملكة، وما هي يعني تصرف فلان ولا فلان ولا ناس يعني ما يقدرون يتحكمون في برنامج يعني كجمعية شعر يتحكمون حطوا هذا وخلوا هذا. هذه أمور مفروغ منها. على العموم لا في وش رايك نلطف الأجواء بقصيد وبشعر ونرجع إن شاء الله لمحاورنا. يقول وعد على كتاف الحزن وأعيش بهدابك، وعد لطعن بجريح الغدر وحارب الأحزان، وعد لتنفسك مثل المطر وعانق ترابك، وعد لنحر مسافات العنا وسابق التحنان، وعد لنثر على قلبك ورود تحمل أطيابك، وعد لصورك مثل السحاب وينتثر هتان، دخيلك ضمني لا تستحي كني من ثيابك، دخيلك ضمني من زود عشقي جيت لك والهان، يشرفني القصيد اللي كتبته يكسب إعجابك، قصيدي هو قصيدي اللي مس عطرك يجي طربان،
تنفست الشعر في وزنتيك وجيت بقرابك، وقريتك لين انا شفت الوعد يرقد على الاكفان، تلمست الجروح ومن وجعها شوف تغتابك، تنادي لك تحس بانك على نفس الوعد يا فلان. غفا حلو الكلام، غفا حلو الكلام وما صحى الا على عتابك، وانا اللي لا زعلت يجيك صدري يطلب الغفران، الى منك زعلت يموت كل الورد بسبابك، وإلى منك رضيت يعيش بالخافق غلا واغصان. حبيبي خلني أرقد على صدرك وبهدابك، دخيلك لا تصحيني ما دام اني معك حلمان. سلامتك سلامة المستمعين. صح لسانك صح لسانك ابو جابر. قصيدي هو قصيدي. ايه ايش رايك؟ الله يذكر سلطان العميمي بالخير، يذكر كل الاخوان في اعضاء لجنة شاعر المليون. نعم. يعني والله كلهم. حمد سعيد كان يراهن عليه على حسب ما قال لي. نعم. كان يقول حق الدكتور غسان والعميمي انه لا ما راح تستفيدون منه شيء، ما راح يعصب عليكم وما راح يهاوشكم. راح يحتوي الموقف ويهدي الامور ويمشي. يعني موقف صراحة انا اللي شككني بداية قبل لا ادخل، مسكوني على جنب وقالوا لي واحد من الاخوان القائمين على التنظيم الاداريين شاف القصيدة قال هذه اللي بتشارك فيها قدام اللجنة. قلت له هي. قال لي من صدقك انت؟ قلت هي والله هذا اللي عندي. قال لي يعني حرام ما احس القصيدة هذه تقدمك قدام اللجنة ولا تقدمك في شاعر المليون. قلت له والله يا اخي الحين انا واصل الى مرحلة ان ما اقدر يعني اغير فيها، بالاضافة الى القصيدة خلاص موجودة عند اللجنة الان. يعني انت ما تنبهت يعني وانت جالس لما سلطان العميمي حاول انه يعني يحرجك، وهو كان يعني مقلب يعني والله ما مرسوم. كان واضح في البداية، ما كان واضح، بس لطف الاجواء حمد السعيد لما قال انا اجيزك. شلون هذاك يقول لك انت وشلون وهذا جازك على طول. حمد يعني في لحظتها امانة انه والله رجع لي الروح. انا ما كنت افكر في شيء لحظتها. نعم. خلاص انا يعني البرنامج شاعر مليون لغيته من راسي في لحظتها، في هاللحظة. قلت معليش ما بي اوصل، ولكن قاعد افكر في حاجة واحدة، ان اللي قاعد يصور الان راح يوسع على الناس. نعم. لا قاعد افكر حلول ان شلون اقنعهم. نعم. ان هذا ما يبث. وقلت هذا اللي شاغل بالي. وقلت على الهواء انه هذا يبث ولا ما يبث، وهو موجود على اليوتيوب عموما، اللي بيشوف الإحراج اللي تعرض له في الظفيري في ذيك. صدقت، ولكن هم دائما يعني يخلقون هذه الطرفة، يحاولون يخلقون هذه الأجواء الحلوة. عملوها مع كذا شاعر، لكن عاد صراحة كانت يعني في هناك عليها بعض الملاحظات، يعني إنه الناس ما هي سوا، يعني الناس في ناس رجال يتحمل ورجال يثور بنفس اللحظة. والله صدقت. العموم انت قصيدتك جميلة، وانت جملت طال عمرك ربعك وديرتك وجملت الشعر كله يا ابو جعد. الله يطول لي عمرك. تسمعنا عاد من جميل قصيدك، وكل قصيدك ان شاء الله انه جميل، لانه لو تكلمنا في الساحة الشعرية عندكم في ما راح نخلص، ولكن انتم تتوجهون، يعني انتم على الرحب والسعة، ابوابنا وصدورنا لكم مفتوحة. ما في شيء. صحافتنا واعلامنا كلها بخدمتكم، انتم واهل الخليج ربعنا كله جميعا. ما في شيء. سمع معنا قصيدة ابو. هذه تعتبرني اعتبرني حلم عابر في حياتك. اعتبرني حلم عابر في حياتك. نعم. تقول اعتبرني حلم عابر في حياتك، اعتبرني مثل غيمة في سماك، اعتبرني من بقايا ذكرياتك، اعتبرني شخص ما يرغب لقاك، ابتعد واجمع مع غيري شتاتك، يوم صار الغير هو غاية هواك،
التسلي بالمشاعر من صفاتك، يا فقير الحب اتبع من غواك، روح دور يا عديم الذات ذاتك، برخص الأسعار يخسر من شراك. التسلي بالمشاعر من صفاتك، يا فقير الحب اتبع من غواك، روح دور يا عديم الذات ذاتك، برخص الأسعار يخسر من شراك. يا ردي الطبع بانت لي رداتك، يا عسى ربي على العالم خذاك، بحي الأفراح في ليلة وفاتك، دام مات الحب وأحلامي معك. صح لسانك. صح. أنا جاني رد ما سبق أني أعلنته في أي وسيلة إعلامية. نعم، رد على إيش؟ رد على هذه القصيدة. على هذه القصيدة على لسان شاعر. نعم. تقول للأسف لليوم تحرص غلاتك، تتهم قلب متين في هواك، تحسب اني من بقايا معجباتك، تحسب اني اتصنع في غلاك، احلف بربك ودينك وبصلاة، بن ما حد غيرك ولا غراك، يا امير القلب ارفق في رعاتك، ليه تظلمني وانا ابغي رضاك، من صبر صبري ومن سوى سواتك، رغم ظلمك قلبي العاشق بقاك، الصخور تلين من قوة قساتك، ودي يبقى تحت ظلك وبحماك، وان رحلت أبى احتفظ لك في وساطك، وبسلي خاطري كل ما طراك، ما يموت الحب حتى في مماتك، لو تموت الروح فكري ما نساك. صح لسانك ولسان الشاعرة يعني. طبعا رد جميل وقصيدة جميلة كلها لك يعني، كل القصيدتين جميلات. الشاعر البحريني لافي الظفيري، الأمسيات اللي تقام في البحرين والمهرجانات يعني خلينا نكون يعني تواجد الشاعر لافي يعني ضئيل جدا فيها. شنو الأسباب؟ لا تقولي بعد نرجع على موضوع جمعية الشعر، لا، هناك أمور ما هي بيد جمعية الشعر يعني. هو لا أنا ما أوجه أصابع الاتهام إلى الجمعية في هذا الشأن. نعم. لأن هذا مو من شؤونهم، أي إنسان يقدر يقيم أمسية. نعم، دائما يعني شوف غياب لافي الظفيري يعني مو هو ذاك الحضور مثل حضور بعض الشعراء اللي هم أخواننا اللي بالبحر. صدق، لسبب أو لعدة أسباب. أولها طبعا أنت دائما بطلال تحط في اعتبارك أنت إذا وصلت إلى مسافة معينة من الصعب أنك تراجع وراء. يمكن تلقيت كذا دعوة، ولكن لثقتي بأن الدعوات اللي وصلت ما نقول دون المستوى، ولكن أنا على ثقة بأن تنظيمهم إلى الفعاليات ما تلاقي النجاح اللي أنا أطمح له، فلذلك ما كنت حابب أني أغامر. يعني حضور ما في حضور؟ لا في، أنا شاركت في أمسية واحدة في البحرين من بعد شهر المليون. نعم. وكانت أمسية جدا ناجحة، وكان فيها الله يذكره بالخير محمد الصيادي، الشعراء المميزين عندنا في البحرين. كان فيها فهمي التام أحد زملاء اللي وصل إلى شهر المليون. كان فيها فيصل المريسي من الأسماء اللي في البحرين اللي جدا جميلة بعد. كانت أمسية الحمد لله ناجحة، لقيت ردود أفعال جدا ممتازة. إضافة للشيء هذا شاركت في أمسية في مصر نظمها طلبة بحرينيين، شاركت فيها بعد هذه من بعد شهر المليون. يعني تقريبا هذه الأمسيتين هم الوحيدتين اللي شاركت فيهم. نعم. لا، في شهر المليون يعني أنت قبل وبعد، يعني قبل شهر المليون أنت شاعر ما عليك غبار، ولكن
هل يعني شاعر المليون عرف عليك أكثر؟ هل اختزل السنوات اللي المفروض الشاعر يبقى فيها بالساحة؟ أكيد يعني بدون شك أنه يعني تصل لنا مسافات طويلة. نعم. على سبيل المثال أبسط الأشياء اللي هو الآن يوجد اهتمام من جهات إعلامية كبيرة، سواء من أي تصريح صحفي يخصك، سواء من أي خبر صحفي يخصك على المستوى المحلي في البحرين أو على المستوى الخليجي أو على المستوى الوطني العربي، يوجد فيه اهتمام. شاعر المليون بدون شك أعطانا ضوء، وضوء كبير، اختصر لنا مسافات طويلة. على سبيل المثال في أشخاص كانوا متواجدين في الساحة ولكن يمكن ما حصلوا على هذا الضوء، وفي أشخاص ما كان لهم حضور، ما كان لهم تواجد في الإعلام، ولكن من خلال شاعر المليون ظهر نجمهم، برز نجمهم. وأقرب مثال عندنا اللي هو حامل البيرق السنة هذه، ناصر العجمي. نعم. كلنا احنا كنا قاعدين مع بعض، يمكن نعرف بعض الأسماء، مبارك أبو ظهير الله يذكره بالخير نعرفه، محمد الرسيان العرجاني الله يذكره بالخير نعرفه، يعني بعض الأسماء نعرفها، ولكن كان ناصر معنا وله قصور فيه في ذاك الوقت، ما كنا نعرف ناصر شنو قدم. فكنا حتى كلنا نتساءل من خلف ناصر، نقول يعني منو سمع له، منو قرأ له، منو كذا منو كذا، فكنا نتساءل. ناصر كان مفاجأة. هذا دليل أن شاعر المليون يمنح الضوء حتى إلى الأشخاص اللي ما حصلوا على الضوء. أنا حصلت على الضوء قبل شاعر المليون، ولكن ما كان بحجم الضوء اللي حصلت عليه خلال حلقة واحدة في شاعر المليون. يعني شاعر المليون خدم الشعراء أكثر من الشعر، ولا خدم الشعر والشعراء؟ أكيد أنه خدم الشعر والشعراء، أنا أعتقد. يعني أوصل الشعر إلى الإقليمية، يعني نقلا من الخليج ومن مجتمعنا العربي إلى احنا بطلال كنا نشوف ردود الأفعال حتى على مستوى الشارع. نعم. في حتى على منافذ المداخل، سواء في المطارات أو تلقى الناس تجيك وتكلمك، اللي في الجوازات واللي في التفتيش، تلقى ردود أفعالهم إيجابية ناحيتك، إن شايفينك وعارفينك هو عارفينك أنت صح، ولكن الشعرنا الشعبي هل خدم يعني من خلال هذه البرامج، برنامج شاعر المليون؟ لا من الناحية هذه لا. طبعا هذه البرامج كلها يعني خلينا نكون صريحين وواضحين مع بعض، كلها برامج ربحية، ولكن من ناحية الاستفادة إلى الشعر ما فيها أي استفادة. يعني نقول إنه هذه المسابقات، يعني إحنا ما نخص برنامج عن برنامج، إن هذه المسابقات فعلا إنها تخدم الأشخاص اللي هم الشعراء، ولا خدمت الشعر، ولا تخدم الشعر نهائيا. ولكن إحنا نلاحظ طبعا، يعني خلنا نقيس على مستوى الخليج العربي. نعم. أنت تذكر طبعا فترة الشعر وفترة أنفوان الشعر وظهور الشعر وبروز الشعر، إلى درجة يا أخي وصلنا إلى مرحلة المجلات الشعبية أكثر من المجلات الثانية، الاجتماعية أو السياسية أو بس ما تخلو هذه من بعض يعني المثالب. يعني هي فعلا طفرة شعر، قول لي بالتسعينات مثلا، ولكن ما يعني إنه زور أناس كثر في هذه الفترة، زوروا شاعرات وشعراء وأصبحوا نجوم إلى القمة، وآخر شيء ماكو شيء. هذه يعني إيجابيات إنك توصل الناس مزورين. يعني فترة التسعينيات مع احترامي لك هناك شعراء كثر ما في شك أبدا ما يختلف عليهم اثنين، ولكن فترة التسعينات أيضا والصحافة في فترة، وأنا ما أبر الساحة الكويتية اللي هي صحافتنا الشعبية، إنه أظهرت شاعرات، وأنت تعرفهن الآن وعلى طرف لسانك وبمخيلتك، زوروا لنا شاعرات أبهروا الناس فيهن، الناس اللي ما تعرف الشعر ولا اللي يعرف الشعر يدري إنه هذه مزورة أو هذا مزور. وهناك نجوم أيضا أطلق عليهم النجوم اللي ما في قدهم، وهم ما في عندهم شيء، خلهم يرجعون للساحة الآن زين وخشوا النجومية ماكو شيء.
هم كانوا يعني أنا بتكلم عن بالذات أصحاب المجلات الشعبية مع احترامي الشديد لهم جميعا. هم كانوا يعتمدون على سياسة التسويق أكثر من سياسة خدمة الشعر. نعم. هم للأسف ما فكروا في الشعر وما تواجدوا من أجل خدمة الشعر مع احترامي لهم. هم تواجدوا من أجل الربحية، يعني حالهم حال أي برامج ربحية ظهرت في الفترة الأخيرة أو مسابقات ربحية ظهرت في الفترة الأخيرة. أنا ما كنت بطرح هذه النقطة أبو طلال، أنا كنت بطرح نقطة ثانية اللي هو في بداية طفرة الشعر وظهور الشعر وبروز الشعر تواجدت القنوات المتخصصة في الشعر، وحنا الحين طبعا ما شاء الله يعني إذا بتحسب قنوات تسعد. هذه حالة أخرى بعد. المجلات بعد نفس العملية، ولكن جتنا فترة من الفترات صارت الساحة الشعبية على مستوى الخليج العربي في هدوء تام إلى درجة أن خلاص الكل وصل إلى يقين أن الشعر بدأ يفقد ضوءه خلاص. لا صح، هذا صحيح. عقبها الله يطول عمرك بطلال مقطع كلامك، جتنا البرامج هذه اللي هي المسابقات الشعرية أرجعت إلى الشعر هذه المساحة من الضوء، رجعت الجماهير اللي كانت معناته رجعنا وقلنا انها خدمت الشعر وانتشلت الشعر من خدمت الشعر في أول تجربة، وحنا كلنا نعرف شاعر المليون النسخة الأولى. يعني حتى أطفالنا كانوا يقعدون قدام الشاشات. والثانية بعد ما نعرف ناخذها مجازا. لا والله لا خلنا نكون أمينين أبو طلال. الثانية خلاص الناس بدأ يكون فيهم تشبع لسبب الإحباطات اللي كانت تصير في هذه البرامج. كانوا يظهرون شعراء على شعراء بسبب شنو؟ بسبب التصويت، ما هو بسبب الشعر. فمعناته أن هذا جانب بعد إيجابي، قصد سلبي. وسلكت مسلكها قنوات أخرى، هناك قنوات فتحوها بس للمسجات، ومنهم من عمل شاعر وشاعر المدري سموا مسميات، ولكنها فشلت يعني ولازالت بعض القنوات يعني اللي يعني تعمل مسابقات. هناك وعد من إحدى القنوات إنه ما في تصويت السنة الجاية. مو أنا ما أقول لك إن شاعر المليون، لا، إحدى القنوات الأخرى إنه ما في تصويت، يعني الشعر ولجان وخلينا نشوف السنة الجاية ايش يصير، هل هي تمشي الأمور بدون تصويت ولا لا؟ أنا بضرب لك مثال بسيط ولأول مرة بذكرها على وسائل الإعلام. احنا من بعد تجربتنا مع شاعر المليون كلمونا بعض الأخوان قائمين على بعض المسابقات بعد المشابهة إلى هذه المسابقات، ووعدونا وعد صريح وواضح. قال شاركوا وأوعدكم بمراكز متقدمة بس ادخل. هذه اسمك يكون معنا وأوعدك أن راح تحصلون على أرقام متقدمة في المسابقات هذه. نعم. عرفت كيف؟ هذا يثبت لك إيش؟ صح. يثبت لك عدم مصداقية. حصل بعضهم يعطيه يقول لك هذا مثلا مبلغ كبير أنت الأول من الحين قبل لا تدخل. صح. ولكن آخره ما تأخذ منه يعني 10% من هذا المبلغ، إنه صح. بعد ما تخلص هناك انسحابات. قرينا في الصحافة وقرينا في الوسائل الإعلامية الكثيرة. نعم. حدثت إشكاليات كثيرة وفي مسابقات ألغيت في منتصف المراحل. مع الأسف. فما يا جماعة صعب نتلاعب في الشعر. صار الكل صار الكل وصي على الشعر يعني. هذه المصيبة احنا محتاجين بطلال. كل من عمل له قناة وكل من هذا عمل حاله لبس له بشت وصار وصي على الشعر والشعراء، وصار يلقي الخطب وصار يعني الرجل اللي ما فيه منه. العموم الشعر يعني شجونة كثيرة يا أبو جاعد، والشعر يعني لو تكلمنا عنه كثير يعني، لأنه كل ما قلنا أنه تعدل كل ما طلع له ناس يعني يدمرونه أكثر وينزلونه في الحضيض، ولكن يبقى الشعر شعر يعني. لكن الساحة عليها يعني
مثال كثيرة بسبب الناس الدخلاء على الشعر وعلى الإعلام أيضا. هذا المشكلة. نعم. يعني احنا بحاجة أبو طلال مرضى كلامك له بالخير، بحاجة منظومة تشملنا احنا كدول الخليج. نعم. وتكون فيها آلية صحيحة، تكون فيها لجان صحيحة. نعم. ما يظهر إلا الشخص اللي يستحق. يعني ما نبي ساحة الشعر توصل إلى مرحلة شبيهة بالساحات الأخرى. ما عليه. الثمين فيها. الآن الأمين على الشعر هو النت. الأمين على الشعر الآن هو صدق. يعني هو الموصل الحقيقي. هو الموصل الحقيقي اللي تكتب قصيدتك وتنشرها بنفس الوقت، ولا تمنى لفلان ولا يقيمك فلان ولا ينتقدك. لا، النقد معرض للنقد والمدح، ولكن إنه ما يتمنن عليك أحد إنه تعال على لي الولاء والطاعة، ولا تعال مجدني، ولا تمسح بشتي علشان إني أظهرك في البرنامج. العموم القصايد أرخي عنان الفكر وفقير الشعر أبشر بقول لك قصايدك جميلة كلها، ما نبي ننتقي فيها، ما في مال خير انت خير يا أبو جعد. تفضل. تقول صباح أحلى من الورد ومن المشموم والكعدي، صباح أحلى من الشعر ومن الشاعر وجمهوره، صباح عيونك اللي للمحتني قلت هادي، صباح يشبه رموشك بيت الزين وقصوره، يا مغرورة على هونك تراني بالهوى بادي، غرورك كيف يعجبني وهو اللي شوه الصورة، خطيتي ود محزلة وكنك آخر أولادي، هقيت طباعنا وحدة ولعنت الحب وعصوره، طباعي كيف أغيرها ونلي لجلها جهادي، عرفتيني وانا طبعي كريم النفس بشعوره، وانا بالمرجلة أشبه أبوي وباقي أجدادي، وإذا أحد سأل عني أقول الحال مستورة، أنا المترفة بوادي وكل الناس في وادي، تكبرتي وكبرتي بي ورجعتي شبه مكسورة، أبي وش فايدة قلبي إذا هيجتي عنادي، سكت وقلت بكتمها وضحكت وقلت معذورة، تدلعتي على كيفك خطيتي وقلت لك عادي، تماديتي وانا عرفك بشعري حيل مسحورة، وانا ابقى شاعرك غصب على الواشي وحسادي، وبقيت انتي مثل ما انتي يا احلى بنت مغرورة. وبسلامتك سلامة المستمعين. صح لسانك يا ابو جعد. صح لسانك. شاعر لافي الظفيري. طبعا الشعر النسائي دائما يعني له نصيب معنا في البرنامج. وطبعا احنا ما نبي نعرج على الشاعرات اللواتي شاركنا في شاعر المليون، ولكن هناك من يشكك بالشعر النسائي عامة. لما تقول له الشعر النسائي يقول لك ما في شعر نسائي. وحاليا يعني خلينا من الوقت الماضي، رأيك في هذا الكلام؟ لا والله بالعكس، يعني ترى في أسماء وفي شاعرات حقيقية. ترى احنا نسأل الشاعر يعني انه لما تقول لي هناك شاعرات حقيقيات يعني علشان ننصفهن، يعني نقول فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. والله شوف أنا احتكيت عن غرب يعني بالشاعرة الرائعة مستورة الله يمسيها بالخير، كونها معنا في النسخة الرابعة. معنا شاعرة كانت من الأردن اللي هي اسمها حليمة. كانت في قمة الروعة وشاعرة جميلة وبسيطة، يعني ما كانت تحط التكلفة بينها وبين الشعر أساسا قبل لا تحطها بينها وبين زملائها في الشعر في النسخة الرابعة. هذول الشاعرات يعني من الشاعرات الجلال صراحة. هذول الشاعرات اللي دخلن شاعر المليون، ولكن الشاعرات اللي ما دخلن شاعر المليون لا بالعكس في أسماء كثيرة. يا أخي أنا يحضرني بعض الشاعرات اللي أنا إلى الآن أتأسف عليهم، وهم كانوا من البحرين الشاعرات. نعم. كنت أقرأ لهم قصائد في قمة الروعة، والله في قمة الروعة، وإلى الآن أتذكر أسمائهم. في واحدة اسمها ريم الرفاع. نعم. يعني
وكانت شاعرة من أروع ما يمكن. ولكن الآن إذا تبحث عن هذا الاسم ما تلقى له أي ذكر ولا تلقى له أي وجود. يعني فعلا هذه من الأسماء اللي أنا أتحسر عليهم وأتحسف عليهم أن الاسم هذا ما استمر. يعني يظن أنه هذا الاسم حقيقي، لأن هناك من يتسمى بأسماء نسائية لكتابة الشعر. يعني معلش أبو طلال، خلنا واقعيين. إحنا من خلال تجربتنا في ساحة الشعر وهي سنوات طويلة وأنت خبرتك بعد موجودة، إحنا وصلنا إلى يقين، وصلنا إلى مرحلة نقدر نغير القصيدة اللي قدامنا شنو. نعم، أنت تقيم القصيدة. نعم. نقدر حتى نغير صاحبها إذا كان رجل أو مهما يكون. ترى اللغة موجودة، الحس موجود، الإحساس في القصيدة موجود. إذا كانت فيها روح سيدة فتلقاها، إذا كانت فيها روح رجل فتلقى هذه الروح. والله يا أخي الآن حيرونا. يعني أحد الشعراء اللي يعني والله له جميل ورجال يعني من عرض خلق الله، يعني كتب له قصيدة حتى إنه وصل للميك اب وكيف يضع المكياج وكيف يضع الروج وكيف يعني وصلت فينا يعني إنه يعني لهالمستوى الشعري. يعني لا تستغرب إن أحد يكتب بروح نسائية، وهناك شاعرات الآن يكتبن بنفس رجالي، وهن اللي يكتب القصيدة. يعني هن اللي يكتبنها حقيقة. يعني هذه موجودة. أنا أعتقد اللي يعني يوصل إلى هالمرحلة. نعم. أعتقد أنها حرفنة شعر. وصوله إلى هالحد هذا من الذكاء، بس بالشهرة يقدر يتجاوز الأسماء الشعرية هذه كلها، ويقدر يلعب عليهم ويوصل الصوت ويقنع الناس. والله يعني أنا أتذكر أبو بندر طلال سعيد الله يذكره بالخير في إحدى حواراتي معك كنا نسوي له لقاء في البحرين، فكان يركز على جانب واحد، يقول أنا أحب الشاعر الذكي. وأنا فعلا أأكد على هذه الكلمة. إذا كان الشاعر ذكي في وصوله الإعلامي، ذكي في إيصال صوته، ذكي في سياسة بروز الإعلامي، طبعا هذا تعتمد من رجل إلى رجل تفاوت. أنا يعني إذا أتكلم عن شخصي أنا مستحيل أستخدم هذا الأسلوب أو هذه الطريقة، لأن في نظري رخيصة، ولكن هم ينظرون لها أنها هذه يدورون الشهرة. رب يشهرني لو كذا، يعني يبي له شهرة، بس الشهرة هذه ترتد عليه. يعني ما راح تسجل بصالحك. يعني أنت لما أنك تكتب بنفس، يا ليتك يعني أنك تكتب بنفس نسائي وتكتب يعني مآثر، أو تكتب مواقف، أو تكتب وطني، تكتب اجتماعي، ولكن إنه ترجع تنزل لمستوى الميك اب يعني ما كلش ما تمشي. سمينا قصايد بجاهد. طبعا هذه قصيدة حر، ما أدري أنتم في برنامجكم سياستكم. لا حنا عندنا شعر، أي شعر تقوله وبعدين شعرك أنت راح يصير جميل، حر ولا عمودي ولا. أنا اسمح لي بس يعني يمكن تكون قصيدة الأخيرة. لا نبي غيرها بعد. وهي إلى روح والدتي الله يرحمها. الله يرحمه ويسلمه. تقول وين أسافر وين أروح، ما بقت فيني أماكن للجروح، يا زمان العطف روح متعبة كل الطعون، من يقول إن الليالي ما تمون، ضعتنا بين الخطايا والصحيح، صوت ريح والعجاج يطير تراب الضريح، وامي تصوت وليدي لا تطيح، شوف ونمك شوف وليدي طلع دمك، شوف ونمك وين ودتك الذنوب، توب يا ولدي خلك شديد، اصمد بوجه الحديد،
لا تصارخ لا تتألم، شوه الجرح الجديد. وانا امك اسمع صوت الاذان، اسمع شوف حسيت بامان. كنت اكلمها وهي تحت التراب. 1000 باب 1000 باب صار يحجبنا الزمن عن شوفة امي. يمه يمه بس يا ليت ترجعين. يمه عيال ترى مستوجعين، ارجعي لي بس دقايق. يمه شوفي لي متضايق، شوفي قلبي يمه مكسور وحزين. انا قدامك نسيت اني رجال ورزين. يمه هالدنيا بدونك ما تزين. قالت وليدي تعال اقعد هنية. يا ولدي وشلون اختك مع مرضها؟ يا ولدي اخوك وشلونه بخير؟ قلت خير يمه خير. من يكون بخير وانتي غاب حسك؟ لو بيديني ما تركت شيء يمسك. وين اسافر وين اروح؟ ما بقت فيني اماكن للجروح. يا زمان العطف روح روح روح، متعبه كل الطعون. من يقول ان الليالي ما تمون؟ ضعت انام بين الخطايا والصحيح. صوت ريح والعجاج يطير تراب الضريح. امي تنادي وليدي وليدي لا تطيح. وسلامتكم. سلمك الله، والله يرحم والدتك ويغمدها روح الجنة إن شاء الله، يغمد روح الجنة ويجزاك عنها إن شاء الله خير. وحنا يعني أنت يوم أقول قلت يعني تأثرنا القصيدة للأمانة. قلت لك لا ما راح تكون الأخيرة، ولكن أنا أصمم أنها هي الأخيرة لأن ما بعدها قصيدة يعني. الله يطول. العموم الوقت شارف على النهاية، والكلمة لك شاعر خلافي الظفيري من مملكة. أنا أشكركم على هذا الاستضافة، وأشكر الأخوان الغائمين على هذا البرنامج، وعلى رأس الغائمة حضرتك أبو طلال وأخوي المخرج والأخوان في التنفيذ وفي الإعداد. وبرنامجكم أمانة أنا أقول لك برنامج شامخ، برنامج أخذ حقه، برنامج أنصف كثير من الشعراء. استمعت لحلقاتكم كثير، سمعتكم جدا طيبة عند الشعراء. الساحات الشعبية يحبونكم، يثنون عليكم لأنكم تتعاملون مع الشعر وما تتعاملون مع الهوية، وما تتعاملون مع شخوص عن شخوص. بيض الله وجهكم، وسعيد في تواجد اليوم في إذاعتكم العزيزة والغالية على قلبي، واللي قدمت لي في السابق وما زالت تقدم لي. وشاكر لكم كثير الشكر، وأشكر كل الشعب الكويتي، لأن الشعب الكويتي دائما يساندني، دائما يشجعني، دائما يدعمني. كل الشكر لكم، ولياليكم سعيدة يا رب دائما. ولياليك أسعد إن شاء الله. الشاعر لافي الظفيري من مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك. مع السلامة. شكرا في أمان الله. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مرسل الأحاسيس، وتقبلوا تحيات فريق العمل: سعد العجمي، مطلق الدخنان، مهدي العجمي، خالد العذب، ومخرج مرسل الأحاسيس حمد الهاجري. وإلى اللقاء.